السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في شهيوات تقوى. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم كي كتشوفوا معايا بريوش الورده هشيش وسهل بالشوكولا. تبعوا معايا المقادير. عندي هنا نصف كيلو ديال الدقيق، 3 المعالق كبار السكر، ملعقه كبيره ديال خميره الخبز حبيبات، بيضه، عندي خماره، عندي ملعقه كبيره الزبده، قبيصه الملحه وفاني، وعندي كاس ونصف ديال الحليب، وعندي ربع كأس ديال زيت النباتيه. غادي ناخذ غادي نعجن انا في العجانه، ممكن تعجنوا بيديكم. درت هنا الدقيق، ضفت له معلقه كبيره د الخماره، ضفت له 3 المعالق كبار ديال السكر، ضفت فانيلا، ضفت كذلك قبيصه الملحه. هنا بالنسبه للبيضه غادي نستعمل الابيض ونحتفظ بالاصفر للدهن. غادي نضيف ربع كأس ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف كذلك خماره. كي قلت لكم هنا عندي خماره واحده. غادي نخلط كل شيء وغادي نبدا نضيف الحليب ديالي وانا كنجمع يعني العجين. كي قلت لكم اللي عندها العجانه تستعملها كتسهل علينا، واللي ما عندهاش تعجن بيديها صافي حتى كتنسجم لي يعني الخليط ديالي مزيان. وغادي نضيف في الاخر ديك الملعقه ديال الزبده، كندخلها مزيان للعجين ديالي حتى كنحس بها يعني دخلت لي العجين كامله. من بعد غادي نغطي العجين ديالي ونخليه حتى كيخمر ويضاعف الحجم ديالو. عاد غادي ندوز باش نبدا نشكله. هنا كي كتشوفوا معايا العجينه ديالي ها هي خمرات. غادي نفرغها من ديك الهواء. غادي نستعن بالدقيق بطبيعه الحال. غادي نقسم العجين ديالي على زوج. غادي نسرح يعني النصف الاول، يعني غادي ندير نفس الشكل، يعني كنسرحو على شكل طولي. غادي ناخذ هنا الشوكولا ديال الدهن. من الاحسن يعني تكون بحراره المطبخ، والا كانت يعني شويه يعني قابطه راسها كنوضعها يعني واحد شويه في باماغي، يعني غير باش تسهل لي انني نخدمها، اولا يعني كنجبدوها يعني بقبل من الثلاجه ونخليوها يعني باش كتسهل علينا. غادي نرجع هنايا كي كتشوفوا معايا طرف على طرف بهذا الشكل هذا كي شفتوا معايا. وكنستعانوا بطبيعه الحال بالدقيق، يعني انا طلقتها على شكل مستطيل وكنرجع طرف على طرف. كنقطع هنايا هكا كي كتشوفوا معايا خطوط هكا يعني بالطول. الفيديو راه شارح نفسه وراه ساهله وكتعطينا واحد الكميه اللي هي يعني وفيره. صافي هنايا كناخذ ديك الخطوط كي كتشوفوا معايا من بعد ما قطعتهم اولا ديك الشرائط كنلويهم هكا على شكل هكا حلزوني كي شفتوا معايا. وكنبدا نلويهم هكا، يعني الطريقه راها شارحه نفسها حتى نكمل الكميه اللي عندي. وغادي نوضعهم يعني فوق ورق الطبخ في واحد اللاطه اللي كتدخل الفران بطبيعه الحال حتى نكمل يعني الكميه اللي عندي كلها. وكنخليهم حتى كيخمروا وكيضاعف الحجم ديالهم. وعاد غادي ندوزو باش غادي ندهنوهم بطبيعه الحال بديك اصفر البيضه اللي احتفظنا بها. وكنضيفوا لها معلقه ديال الخل اولا معلقه ديال الحليب باش كنحيدوا ديك الزفوريه ديال البيض. صافي غادي ندهنهم كاملين وغادي نشعل الفران ونخليه حتى كيسخن. وكندخل البريوش ديالي وكنخليه حتى كيطيب وكيتحمر. شفتوا هنايا من بعد ما يعني خمروا ودهنتهم كاملين دخلتهم الفران حتى طابوا وتحمروا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. صراحه تيجيو روعه. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله. شوفوا معايا كي كيجيو خفاف وهشاش زوينين بزاف. الا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من اللايك ديالكم. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم. كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.